بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في بعض الأحيان لما بتحصل مشكلة ما بين الزوجين بنجد إن أحد الطرفين بياخد طريقة معينة أو بيتبع طريقة معينة لمعاقبة الطرف الآخر، أو لإظهار زعله وغضبه، أو لتوصيل بعض الرسائل. وهي إيه الطريقة دي؟ إنه يتجاهله تماما، ما يردش عليه لو وجه له كلام، ممكن ياكل لوحده ويشرب لوحده، لو نزل ما يقولش رايح فين أو جاي منين، ما يتعاملش معاه إطلاقا وكأنه مش موجود في البيت نهائي، هوا ولا خيال حتى. فيخلي الطرف التاني مستغرب أو متضايق. حتى لو انت زعلان مني اقعد واتكلم علشان نعرف انت زعلان ليه، لكن تتجاهلني بالطريقة دي لا. بعض المختصين في مجال الأسرة اتكلموا عن الطريقة دي وقالوا هي إما حاجة من اتنين، يعني إما فعلا هو الطرف ده متضايق وزعلان جدا ومش عايز يتكلم علشان المشكلة مش تتفاقم وبياخد وقته مع نفسه وهيرجع يتكلم، ويا إما أمر تاني إنه هو قاصد المضايقة وقاصد إنه يحرق دم الطرف التاني ويبتزه، لأنه هو عارف إن الطرف التاني ما بيحبش الطريقة دي وإنه بيبتزه عاطفيا، فيبدأ يحصل منه على كل متطلباته، وأولها الاعتذار المتكرر. ممكن يكون هو مش غلطان أصلا، ولكن بالطريقة دي يجبره على الاعتذار علشان جو البيت يرجع فيه هدوء وسلام، ظنا منه انه لما يعمل كده كل مرة الطرف التاني بقى هيستجيب كل مرة لنفس الطريقة. ولكن البعض بيتفاقم المشكلة معاه، بيستفزه جدا جدا وبيضايقه جدا، فتلاقيه اتنرفز اكتر، فالمشكلة كبرت اكتر واكتر. يا ترى الطريقة دي بتسمى ايه؟ بتسمى بالصمت العقابي. انا ساكت خالص، انا ساكتة تماما، بس هعرف أأدبك أو هعرف أعلمك الأدب إنك إزاي ما تتعاملش معايا بالطريقة دي مرة أخرى. يا ترى الطريقة دي فعلا هتعلم الطرف الغلطان إنه ما يكررش الغلط ده؟ هل ما بتعملش فجوة كبيرة ما بين الزوجين؟ وهل المشكلة ما بتكبرش أكتر؟ هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفتنا الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذة ندى في برنامجك المتميز، وكالعادة اخترتي موضوع صراحة أصبح مشكلة وظاهرة يعني في الحياة مع الأسف فعلا الشديد. أصبح مشكلة، والكل بقى بيتكلم عن موضوع الصمت العقابي. قبل ما نتكلم عن تفاصيله قولي لنا يا أستاذة خديجة إيه هو أصلا الصمت العقابي؟ طيب، لو جينا نعرف الصمت العقابي إيش هو نوع طبعا من أنواع العقاب النفسي اللي بيعتمد فيه الطرف على أنه يتوقف عن التواصل بالكلام مع الطرف آخر، كوسيلة طبعا إما للسيطرة عليه وضبطه، أو أنه التعبير عن الغضب بشكل غير مباشر. وبياخذ هو أشكال كثيرة جدا. هذا الصمت العقابي ممكن يكون على شكل أنه يتجاهل الكلام، وحتى لو في مراسلات مثلا يتجاهلها، أو يتجنب الدخول في النقاشات أو الحوار نفسه يقطعه تماما. فهو يعني شكل من أشكال العقاب النفسي، وطبعا له بعد عاطفي كبير جدا في حياة الزوجين، خاصة في الزواج إذا صار في هذا النوع من أنواع الصمت العقابي، لأنه بيعطي إحساس بالإهمال والتهميش، كأنه الزوج إذا مارسه، وغالبا هم الرجال يمارسوه، بيقول للمرأة أن أنت ولا شيء، يعني أنا ما أشوفك أساسا، أنا لا أراك، مين أنت أصلا يعني. فنفسيا تخيل كيف حيأثر عليها معناها، وطبعا كنتيجة حيصير في ردة فعل عنيفة من المرأة. فالرد العنيف بيخلي الرجال أو الرجل أو الزوج يتمسك بالصمت العقابي، يقول أنا كنت على حق لما استخدمت هذا الأسلوب وحستمر فيه، ويتمسك فيه وما يشوف أنه هو هذا السلوك والتصرف هو اللي فاقم المشكلة وضخمها وأزمها. طيب،
ازاي الزوجة تعرف ان اللي فيه زوجها ده صمت عقابي، مش مجرد ان هو بياخد فاصل كده بيهدى مع نفسه وهيرجع يتكلم؟ هل الصمت العقابي بيكون له مؤشرات، له معايير تقدر تحدد منها الزوجة ان لا، اللي عليه زوجي ده صمت عقابي مش حاجة تانية؟ أكيد أكيد. سبحان الله، كل امرأة تعرف زوجها، يعني كل زوجة تعرف زوجها، لكن إيش أبرز شكل في إنه تعرف إنه هذا الصمت هو صمت عقابي؟ لما تشوف إنه هو يرفض التفاعل والتجاوب معها لما تسأله أسئلة مثلا مباشرة، أو لما تتكلم معه في موضوع معين تلاقي ما عنده إجابات، وخاصة لما يكون الموضوع يتعلق فيهم هم الاثنين مش بالأولاد حتى. لو هم مثلا موضوع خصها هي وزوجها اللي بتتكلم معاه، ما بيعطيها إجابة ولا بيعطيها رد أساسا، يعني ويسكت كأنه ما سمع، كأنه ما فهم. ايوه. وحتى لما تيجي تطرح أسئلة ما في إجابات، ولما تناقشوا ما في شيء، لكن خليها تسأله أي شيء يتعلق بالأولاد بيجاوبها على طول، لأنه هنا الموضوع أخذ بعد آخر. طبعا معروف يعني الصمت العقابي سبحان الله بالإحساس كمان الواحد يعرفه كظاهرة، لأنه الرجل لما يسكت بسبب حالة من الإجهاد والضغوطات الخارجية بيسكت فترة معينة، لكن بيدير حوار بعد فترة عشان يخرج من حالة الرتابة والروتين يعني، وبيتكلم. حتى لو هو ساكت بيقول أنا تعبان ما تكلموني، مش عارف، بيتكلم. لكن في الصمت العقابي المرأة ما بتعرف هو زعلان، ابدا. هو راضي، هو إيش عنده، إيش المشكلة، ولا شيء. ويطول كمان، يعني ياخذ وقت طويل، يعني مو اليوم تلاقي اليوم، بكرة بعد بكرة، الموضوع أخذ بالأسابيع يعني. وإذا احتاجت إنه كلمته بشكل مباشر ورد عليها، بيكون رد مقتضب، يعني لا يشفي ولا يسمن ولا يغني من جوع أبدا يعني. فده تقول يا شكل ريته مرض. بارز يعني. مو يا ريت مرض، يعني إنه أساسا هو يعني إيش قاعد يسوي يعني. المرة ما يفهم إيش قاعد يصير، يعني ما في رد أصلا. ما بيقول لها بعدين المشكلة بيجي يشككها، طب أنا رديت عليكي، لا أنت ما رديت. عرفتي؟ فبياخذ شكل، لانه بيخاف انه كمان يمد الحبل، لكنه بيجرب الموضوع ده كيف يمشي، وبيستمر فيه وقت طويل جدا مع الاسف الشديد. طيب استاذة خديجة، بعض النساء بتبقى يعني مستفزة جدا جدا من التصرف ده، وتقول بيبقى مش معبرني، مش بيكلمني، وتلاقيها منفعلة جدا وعمالة تزعق، هو مستحقرني، هو بيضغط عليا عشان عارف ان انا ما بحبش الخصام، وما بحبش البيت يبقى فيه كده يجي ويقول لي هو زعلان مني ليه. الزوجات اللي بيتضايقوا جدا جدا من موضوع الصمت العقابي، وبعد كده تلاقيهم انفعلوا زيادة بزيادة، فهو يبدأ بقى ايه، بعض الرجالة الله يهديهم يا رب ويصلح حالهم بيستمتع ان هو شايفها يعني بتتجنن كده، مش قادرة ان هي يفضل عامل فيها كده، فيزيد. تقولي لها ايه في الحالة دي؟ سيبيه لو قعد شهر 2 3 ما تكلموهوش، وحاولي تهدي اعصابك، ولا تعمل ايه؟ اول شيء هو النساء ليش هم بيستفزوا؟ لانه الصمت العقابي بيعطي شعور بالاهمال، والشعور الاهمال اللي تشعر فيه المرأة يعطيها شعور بعدم الاحساس بالامان في العلاقة، وعدم الاحساس بالامان في ذا العلاقة بيوترها، فبيوترها، بيعطيها طبعا أفكار سلبية، مشاعر سلبية، فبتلاقيها تنفلت على طول. طيب، فهو شوف التأثير حقه بعده بعيد ترى، يعني المفروض إنه الزواج سكن وسكينة واطمئنان. بالصمت العقابي هي بتخرج من هذه الدائرة، أو الرجل بيخرج المرأة من هذه الدائرة. طيب الآن الرجل ليش بيتمادى؟ لأنه بيشوف إنه في نتيجة، فبيقول أحسن طالما إنه أثر خليني كمان عشان تتربى، عشان كذا وعشان كذا، وينتقم لنفسه. يا ريت إنه في ضابط للموضوع ده كله. فهنا طبعا إحنا يعني سبحان الله في الإسلام موجود هذا النوع من المعالجات في المشاكل الزوجية، مثلا اللي إنه هو الرجل يصمت. الهجر، بس الهجر الجميل. الهجر الجميل، لكن اللي بيصير في الصمت العقابي هو الهجر المسيء والمؤذي للمرأة، يعني اللي ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيوه. طبعا احنا النساء ايش نقول لهم في دي المراحل؟ يعني لما نقول لها كيف تتصرفي، اللي هو ايش؟ اول شيء انه هي تبدا تدرك انه خلاص ما دام بدا الصمت العقابي، خلاص ادركت وفهمت، تتجاهل الموضوع ده وتفتح حوار هادئ مباشر. طيب ايش السبب؟ ليش انت ساكت كده؟ ليش السلوك ده؟ ايش الشيء اللي مزعلك؟ ايش الشيء اللي شفته غلط؟ بهدوء. لازم تضبط نفسها، لانه كل ما تكون هي ضابطه نفسها ورابطه الجأش،
راح يخرج ويترك هذا السلوك والتصرف في كلام معها. لكن إذا شافها أنها منفعلة حيتمسك بالسلوك الخاطئ طبعا هذا. طبعا، عارف اللي بيضايقها. ثاني أيوة، ثاني شيء إنه هو تفتح حوار على طول. طيب حوار مشترك عشان إيش؟ ما تعطيه مجال للسكوت. فهي تبدأ مثلا تسأله عن الأولاد، عن مش عارف إيش وإيش نسوي، خلاص عارفة تكسر الدائرة، ما في مجال، لأنه موضوع يخص الأولاد كيف حتسكت؟ لازم حتتكلم وتفتي. شيء يخص البيت لازم حتتكلم. فبالتالي هي بتحط الرجل في زاوية ضيقة جدا لممارسة هذا الصمت العقابي. ثالث شيء، إذا ما نفع لا كذا ولا كذا، احنا دائما نقول للمرأة انه انت كل ما كان مستوى الوعي والثقة بنفسك عالية جدا، أيوة. طيب معناها انت اعطيه وقته، خليه. نقول نحن خلاص انت تكلمتي مرة مرتين ثلاثة بكل شيء بالحسنى، جيتي من هنا جيتي من هنا جيتي من هنا، تكلمتي بشؤون الأولاد، متمسك شايفته بالموضوع ده، خلاص هنا إذا يجب أن تتوقفي. لأنه الأصل أو الغرض من الصمت العقابي هو إشعارك بأنك أنت إنسانة مهملة، طيب، وإدخالك في حالة نفسية سيئة. فبالتالي لا، ما تدخلي في ذي الحالة ولا شيء، إنما انشغلي عن هذا الرجل اللي يمارس عليك الصمت العقابي بأشياء أخرى. اهتمي بأولادك، اهتمي بنفسك، اهتمي ببيتك، عادي كما لو أنه مسافر ومقطوع النت وما تقدر تتواصلي معه، خلاص عيشي زي كده. بس طيب هو يعني ليش؟ لسان حالها هتقولك بس هو موجود قدامي، يكونه موجود وبيتفاعل وبياكل وبيشرب وبيخرج وتلاقيه بيتكلم في التليفون وبيضحك وزي الفل، وانا اعصابي متوتره ودمي محروق ومتنرفزه. ايوه، ما هنا احنا ايش بنقول نحن، لانه صار ظاهره مساله الصمت العقابي واثارها السلبيه سيئه جدا. عشان كذا بنقول نحن في البدايه المراه تسال مباشره وتحاور وتجرب وتكلم مثلا في البيت عن الاولاد عن كذا، عشان تكسر هذه الدائره وتخليها متقلصه تماما. وبعدين لازم تعبر عن احتياجها، انه هذا التصرف يؤذيها وانه ما يناسبها وانه عاقبته سيئه. ما تهدد، لكن تبين توضح. عشان ايش؟ خلاص هي لما تكون استنفذت كل الوسائل والأساليب، الهدف قلنا احنا من الصمت العقابي هو إدخالها في حالة من الشعور السلبي. لا، ما تدخل لها. احنا دائما نقول ايش؟ ارفعي مستوى ثقتك بنفسك، طالما عارفة نفسك انك انت بذلتي كل جهد في انه ما تسوي هذا السلوك او التصرف، وطالما الرجل متمسك بتطبيق هذه الأساليب والوسائل، اذا اعطيه وقته، خلاص اتركيه، انشغلي باولادك وانشغلي عادي، خليه يروح ويجي، خليه يتكلم مع اصحابه، خليه كذا وانت انشغلي. كل ما انشغلت راح يشوف انه ما في تاثير وما اصابها الفرق في هذا الشيء. على سبيل الذكر الشيء بالشيء، كان في قصة لطيفة في ذا الجانب، انه بالفعل واحد رجل مارس الصمت العقابي على زوجته، وتمادى في الامر الى انه حتى انه ترك لها غرفة النوم، صار ينام في الصالون يعني لوحده. اي بالضبط. اللي صار ايش هو انه طيب يا ابن الحلال ايش المشكله، من هنا من هنا، ابدا ما يتكلم. تحط الاكل تحط الشرب ما يتكلم، الاكل ناقصه ملح زايد وملح ولا شيء، ياكلوا هم ساكتين وعايشين في البيت ساكت. في الاخير بدات لما شافت انها تعبت من الموضوع ده كله، بدات ايش؟ تركز على نفسها، بدات تهتم بنفسها، استرجعت هواياتها، بدات تقرا وتتثقف، غيرت حتى في ديزاين شويه في غرفه النوم، اتعودت انه مش موجود معاها، مو موجود. بعد شهر هو كسر حاجز الصمت هذا كله، ولما بدأ يتكلم معاها بدأت حتى تطبخ الأكل اللي هي تحبه، مو الأكل اللي هو يحبه. يعني المرأة دائما يساير الرجل. طبعا. فلما بدأت هي تطبخ الأكل اللي تحبه تاكله وتطبخ له اللي يبغاه كمان نفس الشيء، بس خلاص بدأت تفصل هي نفسها. بعد شهر شاف إنه والله زوجته كأنها أشرقت يعني، فقرر انه يكسر بنفسه هذا الحاجز الصامت ده كله، الصمت العقابي. ولما رجع غرفة النوم وبدأ ينام في الغرفة ومش عارف ايه، شاف انه والله هي ما فرق معاها ابدا، بالعكس ده هي تأقلمت على عدم الوجود. نعم. بعدين بدأ يندم، يعني انا اردت ان انا ادبها وانه انا اقهرها وانه انه لكن هي كانت اكثر عقلا وخلاص هي استنفذت الوسائل. لذلك احنا دائما نقول للمرأة ايش؟ لا تجلسي في حالة لوم والى اخره. اذا انت كنت صدقتي مع الله سبحانه وتعالى وبذلتي جهدك في انك تكسري حالة الصمت وتفهمي وتعرفي وتدارك الموضوع، لكن ظل متمسك بالسلوك، خلاص اتركيه براحته. نحن ايش نقول دائما؟ حتى بعض الاطفال الصغار يتمسك بلعبة
او يتمسك بتصرف معين، تلاقيه بعض الاحيان يدل على امه فيتمسك بسلوك سيء ما يرضى يتركه. من يوم ما تعطي الام ظهرها وتتجاهله يبدا ينتبه انه دخل في حيز الخطر. طبعا المراه احنا لما نقولها اليوم تجاهلي، ليش؟ مو عشان تتجاهل الرجل، ما ينفع كده، عشان تتجاهل هذا السلوك وتحافظ على نفسها وتوازنها، وتحافظ على استقرار واستمرار هذا الزواج وهذه الحياة. لأنه أعقل شخص في العلاقة هو اللي بيتعب، عرفتي؟ فاللي بيتمسك بالصمت العقابي يعني نقول نحن يعني خلاص شكل فردي، هذا ما حسب حساب للعلاقة كلها. فالمرأة هنا لازم تكبر رأسها وتكبر عقلها وتوسع صدرها، ويمكن سبحان الله عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير. ربما الصمت العقابي يعيد بناء هذه المرأة وتشكيلها وإعادتها إلى مرحلة أو علاقة المتزنة مع زوجها. فبالتالي بدل ما تطلبوا إنه ليش ما تتكلم، ليش كذا، خلاص خليه ساكت، هسه مشغولين نحن، يعني عرفتي كيف؟ طب يعني معنى كده يا ستة خديجة ان الصمت العقابي مش كله عيوب، اكيد في مميزات، او مش هنقول مميزات برضو لان هو الحقيقة بيضايق جدا، لكن له ايجابيات وله سلبيات. خلينا نتكلم عن ايجابياته ونشوف بعد كده السلبيات اللي ممكن تعمل عواقب وخيمة جدا في العلاقة الزوجية. طيب اول شيء ان احنا نقول كل شيء سبحان الله حسب ما احنا نبغى نشوفه وننظر له. الله سبحانه وتعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك إطلاقا أنه هو شيء سيء ولا مو سيء مسألة نسبية. قد يكون في بعض الزوجات هو والله الحمد لله أنه بدأ الصمت العقابي تقولي، وبعض النساء تنزعج من الموضوع. يعتمد يعني كيف شكل العلاقة أصلا وكيف طبيعة العلاقة وكيف البيت. في نساء والله لما تدخل مرحلة الصمت العقابي زوجها يدخل معاه في هذا الموضوع تنبسط. ليش؟ ربما يكون هو بذيء اللسان ومزعج ويضايقهم وكل شيء، فبالتالي لما يسكت أو الصمت العقابي ترتاح. أيوة ترتاح منه، من طلباته وتعالي وجبتي وما جبتي وسويتي، خلاص ترتاح. وفي نساء تنزعج يعني، فهي مسألة نسبية. لكن نحن نقول إيش هو ليش الرجل يلجأ للصمت العقابي؟ احنا قلنا بعض الأحيان يمارس الضغط النفسي على المرأة، وبعض الأحيان الرجل يكون ما عنده قدرة على المواجهة، طيب أو ما عنده القدرة على التعبير عن مشاعره بشكل مباشر. طيب عدم قدرته على المواجهة ربما يكون هو شخصيته ضعيفة، عرفتي، في الداخل يعني، أو ما عنده ثقة كاملة في نفسه، فهو ما يبغى يكشف عن هذا الضعف، فبالتالي يتمسك بالسلوك الرجولي اللي هو بالصمت العقابي. طيب أو مثلا ما عنده قدرة على التعبير عن المشاعر، إما لأنه هو يشوف إنه هو إذا عبر عن مشاعره فهو حيظهر ضعفه، أو إنه أخاف تتمادى أو إلى آخره، فبالتالي أو التربية كمان. بعض الأحيان بعض الرجال يأتون من ثقافة وبيئة الأب يمارس كذا والمجتمع كذا وخلاص عادي يعني، فماشي بالموضوع ده كله. طيب فهو له أسباب من هذه الجوانب، فمعرفة المرأة لهذه الأشياء هو اللي يساعدها. الجوانب الإيجابية احنا قلنا بعض الأحيان في الصمت العقابي المرأة بتعيد اكتشاف نفسها واكتشاف العلاقة وتقييمها، لأنه إذا هو مرة في السنة صار الصمت العقابي ما في مشكلة، لكن تخيل أنت يصير متكرر مع كل موقف يمر في الحياة، وكمان يطول يعني مو إنه يوم يومين، لا أسبوع شهر، في بعضهم والله شهر بالشهور يعني بالشهور بالضبط. يعني المرأة طب ما هي عارفة هي متزوجة ولا مطلقة ولا هي في حياتها إيش قاعد يصير في الحياة هذه كلها، فيدخلها حالة الإرباك هذا يؤدي بالمرأة أنها ترتكب أخطاء. لما ترتكب أخطاء خلاص يحصي عليها الأخطاء، فلما حتى يشاهد الناس بيشوفوا هي تسوي، لكن مو عارفين إنه هو المستفز في ده السلوك بالزبط. يعني بالزبط. لذلك احنا دائما نقول إيش لما يصير في مسألة الصمت العقابي انظري للوقت، هل هو دائما متكرر هذا السلوك؟ هل لما يصير في مشاكل ومواجهات هل هو طول السنة كده؟ هل يطول الموضوع لما يبدأ فيه الرجل أو يدخل فيه ولا لا؟ هل طبقتي أنت الأساليب والوسائل المناسبة حتى تكسري هذه الدائرة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ هل بذلت جهدك؟ كل هذه لما تستوفيها المرأة احنا نقول لها لا خلاص عيشي حياتك، أدي ما عليك من الحقوق والواجبات تجاه هذا الرجل تجاه هذا البيت، باقي جهدك هذا لا تقتلي، إنما انتبهي لنفسك وانتبهي لصحتك وعافيتك، لأنه المقصد من الصمت العقابي هو أنك أنت تشعري بالسوء،
وتبدأي تلومي نفسك وتدخلي في متاهة ما لها داعي. فبالتالي بالظبط. ليش تدخليها بنفسك؟ يعني لازم تكون المرأة أكثر وعي. عشان كذا إحنا دائما نقول المرأة أي مشاكل في الزواج أنت أعيدي النظر فيها لنفسك، فين نقاط ضعفك وقوتك في دي العلاقة، كيف طريقة تعاملكم، إيش الشيء الغلط في دي العلاقة. لازم يكون في حالة من الاتزان حتى لا يمارس كل طرف ذلك على الآخر. طبعا إحنا دائما نقول الصمت العقابي ربما الرجل يمارسه، لكن بعض النساء كمان تمارس هذا السلوك. لكن طبعا هو الآن الأشهر إن أصبح الرجالة. ايوه الان صار الرجال كانه موديل وموضه وايش ما تفهمي يعني صراحه. فدائما نقول لا ما تنزعجي، خليكي كذا متزنه وعاقله وحكيمه، شوفي الموضوع كيف يتم معالجته بالظبط، ما وعالجي. تخليهوش ان هو يستفزك علشان المشكلة مش تكبر. طب قبل الختام يا أستاذة خديجة، كلمة في أذن كل رجل بيتمادى في الصمت العقابي بيوصل زوجته لحالة من الاستفزاز والعصبية والنرفزة الشديدة جدا بسبب التجاهل واللا مبالاة اللي بيمارسها عليها. طيب أول شيء الرجل إحنا نقول له اتق الله سبحانه وتعالى في زوجتك، لأن في النهاية أنت راح تسأل على أي تصرف. النبي صلى الله عليه وسلم لخص العلاقة بين الرجل مع أهل بيته، قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالخيرية هنا ما تتحقق بالصمت العقابي حتى لو إيش ما سوت المرأة، لأن الإسلام جاء والله سبحانه ذكر في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيء، وفي السنة وفي السير موجود هذا الكلام، وفي السنة وفي قصص السلف الصالح كيفية معالجة المشاكل التي تحدث بين الرجل والمرأة، أو كيفية مثلا إعادة المرأة إلى جادة الصواب. إذا كان هدف الرجل من الصمت العقابي هو أنه أكسرها وخليها طوع أمره وأنه فهنا لازم يعرف أنه عاقبة أمره خسرة. ليش؟ لأنه الإنسان إذا أحسن لنفسه، وإذا أساء لنفسه. فمن حيث أراد أن يضرها راح يضر نفسه ويضر الزواج ويضر العلاقة. وكثير من حالات الطلاق مرت علي أنا كان بدايتها فقط الصمت العقابي. تخيلي بدأها الرجل كذا وما أتوقع أنه مثلا يوصل لحد الطلاق، وبالفعل يعني يقع طلاق كبير جدا، إما كان طلاق نفسي أو عاطفي أو طلاق فعلي. فهنا دائما نقول للرجل اتق الله سبحانه وتعالى في زوجك ولا تسيء إليها، لأن أنت مؤتمن عليها أمام الله سبحانه وتعالى. إن أخطأت فطبعا في طرق للكلام والصد والرد وكل شيء. الصمت هذا إذا هي ارتكبت يعني شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، جريمة كبيرة في حق الله سبحانه وتعالى، تلك الساعة استخدم هذا السلاح لردها إلى جادة الصواب. أما في أمور الدنيا استخدام هذا الأسلوب دليل على الضعف والخوف وضعف الثقة في النفس عند الرجل مع الأسف الشديد. نسأل الله الهداية والصلاح لكل الأزواج والزوجات. بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش، على وجودك معنا وعلى هذا الطرح المميز. وزي ما قالت ضيفتنا، لكل زوج بيمارس الصمت العقابي على زوجته بيتمادى فيه اتق الله، لأن كل وقت بيعدي وانت بتتعمد إثارة غضب زوجتك ونرفزتها وزعلها، ده انت هتحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا كلها بيوت المسلمين أجمعين عامرة بالود والمحبة والألفة والسكينة والرحمة. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.